حياتك عاملة زي العجلة بالظبط. علشان العجلة دي تمشي بشكل سليم من غير ما تقع أو توقعك، لازم تعرف توزنها صح على قد ما تقدر. مفيش شك إن احنا كلنا عاوزين نكون ناجحين في كل جوانب حياتنا، لكن دايما واحنا بندور على النجاح بنلاقي نفسنا ركزنا في جوانب معينة على حساب جوانب تانية كتيرة مهمة. فلازم تعرف ايه هي الجوانب المهمة اللي بتأثر في حياتك، وتبدأ تقسمهم وتقيس وتقيم نفسك في كل جانب منهم. ساعتها هتعرف ايه هي الجوانب اللي انت مديلها اهتمام اكتر من اللازم، وايه هي الجوانب اللي فيها خلل ومحتاجة منك اهتمام اكتر. لك بقى على كام حاجة صغيرة كده في كل جانب من الجوانب دي، ازاي تعرف تقيم نفسك فيه. يعني مثلا عندنا اول جانب، الجانب الديني، وده الجانب اللي بيوضح علاقتك بربنا. هل انت مثلا بتأدي كل فروضك والواجبات اللي بتقربك من ربنا، سواء من الصلاة او من الصوم او من الزكاة او من الصدقات وهكذا؟ وتبدأ تسأل نفسك أسئلة من دي كتير. هل انت مثلا بتفتكر النعم اللي ربنا اداها لك حواليك وعندك امتنان ليها، يعني بتشكر ربنا عليها؟ هل انت مثلا مخصص جزء معين من القرآن بتقرأه كل يوم؟ وتبدأ تقيم نفسك في الجانب ده، وتبدأ تدي لنفسك مثلا درجة من 5 زي ما اتفقنا. عندك مثلا الجانب النفسي، وده الجانب اللي بيوضح علاقتك بنفسك. يعني مثلا تبدأ تسأل نفسك، هل انت بتقدر نفسك وبتستوعبها؟ هل عندك طريقة تعبير عن مشاعرك كويسة؟ هل بتعرف تنظم وقتك كويس؟ هل بتعرف تدير قلقك ومخاوفك؟ هل عندك توازن نفسي؟ هل عندك ثبات انفعالي لما بيقابلك أي مشكلة؟ هل بتدرب نفسك إنك تقوي مناعتك النفسية؟ وده اتكلمنا عنه في الفيديو اللي فات. يمكن الجانب النفسي ده من أهم الجوانب اللي موجودة عندك في الدايرة دي كلها بعد الجانب طبعا الديني، لكن للأسف بيبقى جانب مهمل وبالتالي بيأثر على باقي جوانب الدايرة دي كلها. عندك مثلا جانب الشغل، الجانب ده اللي بيوضح مدى رضاك عن شغلك وأدائك. هل انت بتشتغل على نفسك وبتطور من أدائك ومهاراتك من وقت للتاني؟ هل بتتعلم مهارات جديدة في مجالك علشان تكسب خبرة أكتر؟ هل في شغلك بتعمل بس اللي بيطلب منك، ولا بتسعى انك تبتكر طرق جديدة علشان تحقق إنجاز أكتر؟ هل حاطط لنفسك أهداف وبتسعى انك توصل لها في شغلك؟ كل دي أسئلة تسألها لنفسك وأكتر كمان من كده علشان تقيم نفسك في الجانب ده، وتعرف نقاط القوة والضعف اللي موجودة عندك في الجانب ده. عندك مثلا الجانب العائلي، وده الجانب اللي بيوضح علاقتك بعيلتك ووجودك دايما جنبهم في كل المواقف. هل وجودك ده بيكون له تأثير إيجابي في حياتهم؟ بتهتم بصلة الرحم؟ بتهتم يبقى فيه روابط أسرية قوية؟ هل عندك وعي إنك تدير الخلافات اللي ممكن تحصل؟ هل عندك وعي في إزاي تتعامل مع أولادك في مختلف مراحل حياتهم؟ هل عندك وعي واحترام لطبيعة الشخصيات اللي حواليك؟ عندك الجانب الترفيهي، والجانب ده مرتبط بهوايتك المفضلة اللي بتستمتع بيها. في ناس كتيرة جدا عندها الجانب ده مش ضروري وده مش صح. لازم يكون عندك جانب ترفيهي تفرغ فيه المشاعر السلبية وإحساسك بالضغط، ولو ساعة حتى في اليوم. سواء كانت هوايتك دي إنك تقرأ، إنك تكتب، إنك ترسم، إنك تنزل تمشي، إنك تعمل رياضة. أي هواية أنت بتحس إنك بتستعيد طاقتك وحيويتك فيها. بعد ما كتبت كل الجوانب اللي انت شايفها مهمة وبتأثر في حياتك وقيمت نفسك، هتلاقي ان الدرجات كلها اكيد مختلفة عن بعضها. بص كده على الدايرة اللي بقت شبه العجلة وشوف، هي العجلة دي هتنفع تدور بشكل منتظم وسليم من غير ما تقع او توقعك؟ ولو حتى ينفع ان هي تمشي بالشكل ده، هتفضل تدور مدة قد ايه وتقع؟ وابدأ اكتب ملاحظاتك. مهم جدا انك تكتب فعلا ملاحظاتك. ايه هو الجانب اللي انت مش راضي عنه ومديله اقل اهتمام؟ وايه الجانب اللي انت مديله معظم اهتمامك ومجهودك وطاقتك ووقتك؟ وهل فعلا هو محتاج الاهتمام ده كله، ولا بياخد اكتر من اللازم؟ وايه الجانب اللي انت مش مديله اي اهتمام خالص؟ وزع اهتمامك بالتساوي على كل جوانب حياتك على قد ما تقدر. حاول تقرب الأرقام من بعضها علشان عجلة حياتك تكون متوازنة. حاول كل 3 أو 4 شهور تعيد التقييم ده، هيفيدك جدا. هتعرف إذا كنت ماشي بطريقة صح ولا أنت محتاج إنك تعيد تقييمك تاني. الهدف في النهاية من كل اللي احنا عملناه ده كله مش إننا نوصل لأعلى درجة تقييم في كل جوانب حياتنا، لكن الهدف هو إنك تعمل توازن بين كل جوانب حياتك علشان تعيش حياة متوازنة. التمرين ده كمان تقدروا تعملوه لأولادكم بداية من سن المراهقة، إنهم يرسموا نفس الدايرة ويكتبوا فيهم جوانب حياتهم اللي هم شايفينها مهمة، ويبدأوا بتقييم نفسهم في كل جانب من الجوانب دي، طبعا بمساعدتكم ومناقشتكم معاهم، علشان يكبروا بحياة سوية متوازنة في حياتهم اللي جاية إن شاء الله. بالتوفيق.